صلى على النبي واذكر الله واعمل متابعه للصفحه. القص دول احنا كنا خدنا منهم حصويتين المره اللي فاتت لو انت متابعني، وحصل ان الحصويتين طلعوا مش معمرين. المره دي حصل معايا مشكله، وهي ان النتايه الحصويه اتحشرت فيها. انا لسه مطلعها لها تمام كده. انا ما رضيتش اطلع الحصويه قدام الناس عشان خاطر الموضوع بيبقى متعب قوي للنتايه، وبعدين بياخد وقت، فهقدرك معايا على الفاضي. القصين اللي انا كنت مجهزهم للنتايه دي، ادي قص باكستاني اللي احنا شلنا من تحتيه الحصى الفاضي. حصوا اول حصويه امبارح، وبكره ان شاء الله حصوا حصويه تانية. والقص الشلباز نفس الكلام، حصوا اول حصويه امبارح، والحصويه التانية هيحصوها بكره ان شاء الله باذن الله. طب انا هعمل ايه مع النتايه دي؟ النتايه دي دلوقتي ممكن ما تحصيش التانية ده غالبا، لان انت زي ما انت شايف النتايه باين عليها التعب. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني بفضل الله ان انا قدرت احافظ على مخرج النتايه، وما يعني الكيس بتاعها ما اتقطعش ولا اي حاجه. عشان كده ما كنتش حابب ان انا اصور. تمام كده. النتايه دي هنريحها شويه وهنشتغل بالنتايه دي. دي نتايه برده تانية كنت مجهزها لسه مخلصه ريش. النتايه دي حصت التانية كان بيها، ما حصتش برده كان بيها. احنا هنركنها تقعد فتره بقى، ناخد من التانية دي جزء حصى ولا حاجه وربنا يكرم. لو حصل معاك المشكله دي زي ما انت شايف النتايه كده بص عامله ازاي، ما تحاولش تقرب من النتايه ولا تخرج منها الحصوايه. اول حاجه لازم تبقى متابع كويس وعارف النتايه هتحص امتى. تاني حاجه لازم يكون في حد يعني عدى عليه الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، عشان خاطر ما يضيعش النتايه، والنتايه دي تبقى عطال او ما تبيضش تاني، او تاخد منك فتره كبيره قوي على ما تبيض. النتايه دي هتاخد فيتامينات وترتاح شويه الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله ترجع تحص تاني واحسن من الاول.